يا سلام على طبق الفول المدمس اللي على اصوله ده، شوية ملح وفلفل وكمون وشوية زيت زيتون، والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجة ببدأ بيها اني بنقع الفول، وده بيكون قبلها بيوم. بولة غويطة وفيها مية، وبنزل بالفول اللي عندي وعليه نص كوباية فول مقشر او فول مدشوش اللي هو بتاع الفلافل ده، ربع كوباية غلة بليلة وده بيكون اختياري، معلقة صغيرة ملح وزيها كمون، واسيبها لتاني يوم. جيت بقى تاني يوم جهزت حلة وفيها مية وسبتها تغلي، صفيت الفول ونزلت بيه في المية المغلية، وعشان اسرع عملية التسوية هنزل بشوية بيكنج باودر تقريبا معلقة صغيرة. ده بيخلي سلق الفول ما ياخدش مني اكتر من ساعة ويطلع مستوي جدا. هغطي الحلة كويس وهدي النار جدا، ولو كمية المية نقصت هزودها مية مغلية. بعد ساعة هفتح واشوف الفول استوى ولا لسه، باني اجيب حباية فول واشوفها كده كده استوت جدا. نغرف بقى شوية في طبق على جنب علشان نجهز ابسط واطعم طبق فول. هنزل بشوية ملح وفلفل اسود وكمون ونهرسهم كويس او زي ما تحبوه، وهنزل بشوية زيت زيتون او زيت حار وعصرة ليمون، ويلا بينا ندوق ونقول بسم الله. كده تمام، اشوفكم في فيديو جديد.